الموضوع سهل. انت فعلا دلوقتي عايش مع جهاز تاني. انت دلوقتي معاك سمارت اندرويد تي في بجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. أول حلقة في شهر رمضان المبارك، ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير واليوم والبركة. النهاردة هتكلم عن موضوع اتكلمت عنه في فيديو من سنتين تقريبا، وهو تحويل أي شاشة عادية لسمارت. الفيديو القديم لو انت ما كنتش شفته خش اتفرج عليه، هتلاقيه في الاي اللي فوق اللي هنا او اللي هنا، مش عارف. النهارده جاي بتحويل الشاشه لسمارت الجزء الثاني. في البدايه هات حاجه تشربها عشان احنا رمضان، ورمضان شهر البركه والخير، يعني هات حاجه تشربها كده وتعالى اتفرج معايا الفيديو، لان ده فعلا تحويل شاشه عاديه لسمارت. فعلا دي الاداه الحقيقيه اللي بتحول الشاشه لسمارت. الناس كلها او اغلب الناس بتدور انها ازاي تحول الشاشه العاديه بتاعتها لسمارت، وانك تشتري شاشه سمارت في الفتره اللي احنا فيها دي في 2025 اصبحت كده زي ما انا بقول لمن استطاع اليها سبيلا، لانها اصبحت سعرها غالي ومكلف ومش في متناول الجميع. طب انا لو عندي شاشه عاديه ارميها؟ يعني خلاص ما استمتعش بمميزات الاندرويد سمارت او سمارت اندرويد؟ لا طبعا. تيجي تتفرج على الفيديو ده عشان تعرف ازاي تحولها فعلا لشاشه سمارت. في كتير من الفيديوهات، او انا حتى نفسي عملت فيديو قبل كده كنت عرضت حاجه اسمها كروم كاست. والكروم كاست انا كنت بقول في الفيديو، عشان في ناس الى الان بتعمل كومنتات وان بتدعي ان انا كنت بقول ان هي بتحول لشاشه سمارت. الكروم كاست يا جماعه بتعمل حاجه اسمها ميرور سكرين، ان هي بتنقل شاشه موبايلك على الشاشه الكبيره، ولكن بتقطع وبتلاج وبتعمل شوية مشاكل كتير. ولكن في الأداة اللي معايا دي أو في الجهاز اللي معايا ده الموضوع مختلف. هنا بالفعل الشاشة بتكون سمارت. تعالوا ما نطولش الكلام وتعالوا نشوف إيه الأداة اللي معايا دي. الأداة دي معايا اسمها جيم تي في ستيك. ولو أنت متابع موضوع الشاشات السمارت والكلام ده هتلاقي إعلانات كتير قوي عن جيم تي في ستيك. تعالوا بقى نستعرضه كده بسرعة. وزي ما انتم شايفين كده فتح العلبة زي ما انتم شايفين في الفيديو. خلاص، وده الجهاز شكله حلو قوي كده وشكله بريميوم كده. هي فلاشة صغيرة، تمام، وبيجي معاها فلاشة تانية صغيرة هتعرفوا هي بتاعت ايه. وهتلاقي الدراعين الاتنين جويستيك، وهتلاقي الريموت بتاعه اللي فعلا توأم لأي ريموت لشاشة سمارت بالفعل. وهتلاقوا جهاز اللاقط، وجهاز اللاقط ده اللي بيستقبل كل الإشارات اللي انت بتديها للجهاز الصغير. طيب ده محتويات العلبة. نخلي اللعيبه على جنب وتعالوا نتكلم عن الجيم تي في. اول حاجه احنا بنقول نحول الشاشه لسمارت. شاشات السمارت اندرويد العاديه اللي جايه من الشركات براندات الكبيره ما بتجيش فيها تركية او افيه صغير محطوط هنا، وهو ان ده بيقدر يشغل لك العاب. زي ما انت سمعت، الجهاز ده بيقدر يشغل العاب بعدد خرافي. هو مكتوب انهم 10,000 لعبه او 20,000 لعبه، وعايز زي ما تقول هم العاب اتاري. الناس الجيل الثمانينات والتسعينات وكده، طبعا جيل الالفينات اللي هو الجين زي ده مالناش دعوه بيه ما يعرفش يعني ليه اصلا اتاري. ولكن دي نوستالجيا جدا لجيل الثمانينات والتسعينات. هتبقى حلوه جدا انك هتلاقي شويه العاب من الالعاب القديمه زي سوبر ماريو. الاضافه اللي متضافه في الجهاز ده وانا كنت مستغربها انهم حطوا العاب البلاي ستيشن 1 وبلاي ستيشن 2. انا لعبت يا جماعه جي تي اي فايب سيتي على دي، انا كنت مستغرب والله العظيم وانا بلعبها. انا مستغرب. في البدايه تعالوا نتعلم مع بعض ازاي تركب وكل مميزاتها وخواصها، وهنطلع مع بعضينا على الشاشه علشان افرجكم تشغيلها ازاي. وهي بصراحه كل حاجه فيها سهله مش صعبه، بس عايز اوريكم الصوره الحقيقيه اللي بتخرج من الجهاز الصغير ده. نيجي على الزاويه بتاعه الجهاز من على الجنب، هنلاقي مكان لميموري كارد، كارت ميموري الصغير بتاع زمان ده، في ميموري كارد ومدخل شاحن ومكان زي مكان مايك كده صغير، وجنبيه مدخل 3.5 مللي. ومن قدام هنلاقي يو اس بي. طيب تعالوا نرتب الحاجات كده علشان وانت بتشتري المنتج ده تركبه صح، فنركبه واحده واحده. اول حاجه اليو اس بي الصغيره اللي جايه معايا دي محطوطه علشان تلقط الدراعات وايرلس، عشان الدراعات مش بسلك. فدي هنركبها في مكانها هنا كده. اول حاجه ركبت من الجهاز. تاني حاجه هتركب معايا وهو جهاز اللاقط اللي بيلقط كل الاشارات وبيستقبل كل الاشارات اللي انت بتديها للشاشه. بيركب بمدخل 3.5 مللي او ده 3.2 مللي عشان ما ابقاش بقول حاجه غلط.
بيركب في مكانه زي ما انتم شايفين كده. واخر حاجه مدخل الباور اللي هو كابل الشاحن العادي، ولو انت عايز كابل اطول اوكي. الكابل ده فيه تو اوبشنز عشان تشغله، يا اما هتركبه على ادابتور بتاع تليفون، شاحن تليفون عادي، او تركبه في مدخل يو اس بي بتاع الشاشه. لو الشاشه بتاعتك نوعها كويسه هتركب في اليو اس بي بتاعه عشان يطلع باور كويس. لو الشاشه بتاعتك شعبي قوي 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 كده وعلى الله، ركبه في ادابتور احسن عشان ياخد باور احسن. تاني حاجة عايز اتكلم عليها في الجهاز ده فيه زي ما قلنا العاب. فلو حضرتك عايز تلعب الالعاب هتخلي كارت الميموري يفضل راكب وتركبها على الشاشه وتشغلها عادي، وهتشتغل معاك وهتلاقي الالعاب فتحت واجهه الالعاب قدامك على طول. حضرتك عايزها سمارت تي في، حضرتك هتشيل بمنتهى السهوله، تضغط على الميموري كارد كده وتخرجه، ميموري كارد صغير زي ما انتم شايفين اهو، وتركبها وتوصلها من غير الميموري كارد، فتحت معاك واجهه السمارت تي في. من تجربتي في الجهاز ده، اول ما هتفتحه في الواجهه الرئيسيه بتاعه السمارت تي في، سيبك من الالعاب بقى خلاص، كل الالعاب شغاله وزي الفل وحلوه ومسليه، واتنين جي ستيك وكلها بتشتغل بحجاره، يعني الموضوع مش محتاج يتقال، بس هو بيشتغل كله بحجاره، حجاره الريموت عاديه. المهم اللي جاي يلفت نظرك ليه ان انت بتتعامل مع تليفون اندرويد قديم شويه. يعني اصدار الاندرويد اللي فيه ممكن يكون لولي بوب او كيت كات، الحاجات القديمه قوي دي. فانت بتتعامل مع اندرويد قديم، ومساحه الاستوك الداخليه بتاعته مش كبيره، وطبعا الرامات برضو قليله. فما تتوقعش انك هتاخد حاجه سريعه جدا. ولكن الملحوظه اللي انا جاي اقولها والفت نظرك ليها، ودي مني ليك، ان انت لما تيجي تشغل الجهاز كسمارت تي في هتلاقي منزلين هم ستاندرد كده شويه ابلكيشنز كتير ملهاش لازمه، كلها ابلكيشنز بتاعت فيديوهات وافلام وكده، ولكن كلها بفلوس، فبالتالي انت مش هتستفاد بيها. فيستحسن اول حاجه تعملها انك تخش على اعدادات الجهاز ده وتمسح كل الحاجات، كانك ماسك تليفون وبتقلب وبتمسح من الابس او من التطبيقات، بتخش تعمل الغاء التثبيت وبتشيله عادي خالص. يلا كده نخف رجلي وتعالوا نخش على الجزء العملي. كده احنا ركبنا الجهاز عادي في مدخل الاتش دي ام اي عادي جدا، وزي ما اتفقنا هنركب اليو اس بي في ورا الشاشه عندي في مدخل اليو اس بي بتاع الشاشه. شاشه عاديه جدا من ماركه صينيه، وهي لا تدعم خاصيه الاندرويد تي في. دلوقتي انا مركب كارت الميموري عشان تبقوا فاهمين معايا ومركزين. ركبت كارت الميموري هتفتح معايا العاب، ما ركبتش كارت الميموري هتفتح معايا سمارت تي في. وانا دلوقتي هستعرض الحاجتين. مركب كارت الميموري فهشغل الشاشه عادي، وبعد ما شغل الشاشه تلقائيا، تمام، طول ما انا محدد على مكان الاتش دي ام اي ده، تلقائيا هتفتح معايا واجهه الالعاب. واجهه الالعاب بتحكم فيها من الدراع، هنجيب الدراع زي ما انتم شايفين تلقائيا فتحت وحدها على واجهه الالعاب. دي واجهه الالعاب بتاعتنا. الجويستيك الدراع بيشتغل من تحت هنا. اول ما اللقط ده بيبقى معاك لونه اخضر زي ما انت شايف كده، معناها انه لقط عليها. موضوع سهل جدا وسريع جدا. كده فتحت معايا واجهه الالعاب. التصفح جوه لواجهه الالعاب وكميه الالعاب غير محدوده ونوستالجيا للصبح. هتحب جدا انك تلعب الالعاب دي، ولكن هنا تيجي مشكله صغيره من صانع الجهاز ده. حضرتك لو دخلت جوه لعبه، لو راجل اخرج منها حرفيا، مش هتقدر تخرج من اللعبه الا انك تطفي الجهاز وتشغله تاني. ما فيش تاني. يعني حضرتك كده زي بتوع شركات الاتصالات، اقفل الراوتر وشغله تاني حرفيا. لازم بعد ما اطلع لازم بعد ما اخش من اللعبه اطفي الجهاز واشغله. ودي حاجه انا مش فاهمها. لكن التركات بسيطه، انت تفصل كارب للباور وتركبه تاني، مش مهم تطفي الشاشه كلها. تمام، دي عندي ملحوظه صغيره. دلوقتي انت هتقعد تقلب. التقليب بتاع الجهاز سريع مش بطيء، في الالعاب مش بيلاج، حلو جدا. عندك مجموعه كبيره من الالعاب انت تصفحها براحتك، انت عايش فيها براحتك. دلوقتي لازم نشيك كارت الميموري ونرجع نخش على الواجهه من تاني في السمارت تي في. دلوقتي انا مش محتاج الجويستيك، هحتاج الريموت. بمنتهى البساطه افك الكابل بتاع الباور، هسحب هسحب الميموري كده واركب كابل الباور تاني بمنتهى البساطه. اول ما اركب كابل الباور تاني هتبدا تاخد باور وهتشتغل زي ما انت شايف معايا كده اوتوماتيك. هتفتح ال 4K دي وهيفتح معاك سمارت تي في عادي خالص.
دي الواجهه الرئيسيه بتاعه الجهاز. اول ما بتفتح الجهاز دي الواجهه الرئيسيه، دي الواجهه الرئيسيه بتاعه الجهاز. هنا اونلاين فيديوز، ريكومندد، وميوزك، ماي ابس، لوكال سيتنجز. المهم بالنسبه لنا الابس هي جوجل او جوجل بلاي او كل الابس دي. فهروح على ماي ابس، طبعا بالريموت عادي جدا. بروح على ماي ابس، هلاقي هنا كل الابلكيشنز النازله على الشاشه. انا طبعا كان في 60 ابلكيشن نازل تاني، كل ده انا شلته، وهوريكم طريقه ازاله الحاجه عشان هي مش صعبه، بس لكم برضه. لكن اللي عندي والمهم عندي اللي انا مسدته عندي ايه؟ اليوتيوب. هو بالنسبه لي هو اهم حاجه، اللي انا عايزه، اللي انا كنت محتاجه منها اليوتيوب. ولو حضرتك عايز تفتح متصفح هتخش على جوجل بلاي وهتنزل اي ابلكيشن انت عايزه، هتجرب وانت وحظك، ابلكيشن مدعوم او مش مدعوم. تمام. طيب ازاي نمسح شويه الابلكيشنز اللي نازلين في الاول، وبعد كده هوريك تجربه اليوتيوب عليه. اول حاجه هخش في الاعدادات اللي انت شايفها دي، هتلاقوا فيها شويه لاج. اول 7 دقائق 5 دقائق من تشغيل، بعد كده تبقى سريعه. وده بيرجع للباور، الباور اللي هي واخداه من الشاشه. باور الشاشه ممكن يكون ضعيف شويه، ده اللي مخليها تتقطع شويه، ولكن ما تتقطعش جوه الفيديو. وده كان المهم بالنسبه لي. هنزل كده وانا جوه هنا، هنزل لحد كلمه التطبيقات. قلت لكم هتلاقوها بتقطع شويه، لكن ده عادي. دي كل الابلكيشنز اللي نازله. هتلاقي بقى شويه ابلكيشنز كتير ملهاش لازمه، انت خش واحد واحد وامسحه. تعالوا نجرب. هوريكم مثلا ان انا عايز امسح مثلا الكيورد دي، فاخش على الابلكيشن. هنا جاي لي تعطيل لان دي من الستوك من الحاجات المهمه، ولكن هنا يجي لك كلمه الغاء التثبيت، فانت هتقف على الغاء التثبيت دي مكان التعطيل، وتدوس عليها وتدوس موافق، تستنى ثانيتين ثلاثه وهيطير الابلكيشن. ده هيفيد معايا جدا الجهاز، وهيخليه اسرع معايا في البرنامج اللي احنا عايزينه اللي هو اليوتيوب. تعالوا نخش على ماي ابس تاني وننزل ونروح لليوتيوب. اول ما تفتح اليوتيوب، عشان انا فتحته قبل كده، اول ما تفتح اليوتيوب هيطلب منك تدخل اكونت. ففي عندك نوعين: يا اما تدخل اكونت عادي وتكتب الجيميل بتاعك وهيفتح والباسورد، يا اما هتعمل كيو ار كود هيظهر لك هنا تمسحه عن طريق تليفونك، هينقل اكونتك اللي على موبايلك ده هنا. فبالتالي كل السيرش بتاعك وكل حاجه انت مهتم بيها تلاقيها قدامك. تعالوا وليكن نجرب. انا يوتيوب كامل قدامك اهو. يعني الموضوع آه بسيط جدا. يعني احنا ممكن مثلا نشوف البث المباشر ده من مكه. ف كل معتمد على سرعه النت بتاعك. طبعا عادي، سمارت تي في عادي جاي لك اعلان، والموضوع عادي خالص. انت هنا مش حاسس ان انت عامل كاست او ميرور، سكرين ميرور. فدي فعلا الاداه دي فعلا فعاله، ارشحها لكل اللي عنده شاشه 43 او شاشه 50 ومش سمارت، وشايف ان الفرق بينها وبين السمارت في السعر كبير، يشتري الاداه دي. سعر الاداه دي 1050. هو سعر مش منخفض، وفي نفس الوقت مش سعر مبالغ فيه. الموضوع سهل. انت فعلا دلوقتي عايش مع جهاز تاني. انت دلوقتي معاك سمارت اندرويد تي في بجد. تمام. يعني انا هو قدامكم. فطبعا يعني ما تخافوش انكم تدوسوا هنا، يعني ما تنسوش تدوسوا على اشتراك. تمام. ده كان كل اللي عندي في الفيديو. يا رب كل فيديو عجبكم وافادكم بجد. وكل الكومنتات اللي عن الفيديو القديم انا اعتبر رديت عليها في الفيديو ده. فشكرا لكم جدا على دعمكم، وشكرا على دعمكم في الفيديو اللي فات بتاع موبايل شاومي. وان شاء الله الفيديوهات ستتوالى في الشهر المبارك والشهر الكريم. يلا ده كان كل اللي عندي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا اشوفكم مره جايه. طيب. يلا اشوفكم مره جايه. طيب. يلا اشوفكم مره جايه. طيب.